تضربك من الداخل، كما دارت في هي هذه. ليبيا، كما دارت في السودان. هادو الاساليب تاعها حكوكو. والله شوف، مازال ما تعرفش الامارات. شوف كدوله الامارات راك تعرفها. شوف انا دوله الامارات، شوف ولد بلادي راه والله انا ولد اختلف. انا دوله الامارات انا شفت السياسه تاعها. انا نقولها لكم ولاد بلادي، على واش نشتي الامارات؟ راهي ما كانش دوله في العالم اللي تحارب الاسلامويين، ماشي الاسلام، الاسلامويين هي الامارات. وتدخلها في ليبيا حفتر عروبيه، يعني امازيغ حفتر عروبي، اما ليس باخوان. الجهه هذيك تاع السودان، اي وين تلقى الاسلامويين وين تلقى الامارات موراهم، لان هي على جال واجب. هي باش تفهم مليح اللي داعم الاخوان هذو ويدعم هذو. هي كاين زوج دول، كاينه قطر وكاينه تركيا، خاصه تركيا هذه. تركيا هذه هي اللي شغل تقول حب ترد الخلافه العثمانيه هذيك باسم الاخوان المسلمين اللي تدعمهم، فهمت؟ لذلك النفوذ الامارات وين تلقى النفوذ نتاع الاسلامويين هذو، وين تلقى الامارات تدخل في سوريا، في اي بلاصه في العالم، في اي بلاصه. راهي شويه هذاك تاع الامارات وتاع تعايش. راكم هزين عليه واحد النظره باللي الشيخ محمد بن زايد باللي راه واحد الانسان مجرم، واحد الانسان وين الاساليب اللي تستعمل كيما كيك، ولكن من اجل حد الاسلامويين. صدقني راني نحبه، ماشي الاسلامويين. التدخل تاعهم في السودان للحد من الاسلاميين لا علاقه. الامر في صدقني السودان والله ما تعرف مش علاقه بالاخوان. ما تعرفش الفكر تاع الحكومه السودانيه الفوقانيه، اي كارثه. انتوكا انا واش شكيت، اسمحوا لي. انا فكر واحد اخر عليها اخويا رياضه، ونختلف معاكم ولاد بلادي. هضر ما بحقك، هضر واش تحب، ما نقمع حتى واحد. مي انا قلت لك انا في الامارات راهو احسن حاكم عندي في العالم هذا، في العالم كله، خير من حتى كيف اسمه الاخر. ويعجبني سياسه الامارات. خلينا انا هيك واش الخلاف هذا اللي بينه وبين الجزائر وبينه وبين الاخر من هنا. انا بالعكس الامارات من احسن حاكم عندي في العالم كله. كيفاش انا نشوف الامارات اللي هي عرابه التطبيع في العالم مع دولة الكيان، هذا رأيي أنا دقيق أكو. ربي يسهل عليك، ربي يسهل. اسمعني، أنا نشوف باللي الإمارات عرابة التطبيع في العالم ولا في الدول العربية خاصة. الجزائر ضد فكرة التطبيع وضد أي دولة تولى التطبيع. يعني احنا ما نمشيوش مع السياسات هذو. يعني اوتوماتيكمون تراك ضد الإمارات. انا ماليش السياسات تاعك هذه. لا نحكي انا كجزائري، يعني ماشي نقول لك الدبلوماسيه الجزائريه بالنسبه للامارات هي دبلوماسيه عدو اخويا، معاديه للامارات. تصريحات تاع رئيس الجمهوريه معاديه للامارات. في رايك انت ما يكونش عند الامارات رده فعل؟ في رايك؟ خويا انا كي نقول لك رده فعل الامارات بس في الحقيقه هذا ما شكيتش حبيبي. الامارات تزلك ميليشيات حفتر، الامارات تجيك من تشاد، تجيك من هنايا، بس يعني قال داخل كوديك ما شكيتش. هذا الحرائق هذو يعني ما بعدتها انا شويه. امر طبيعي تحصلها في المناخ والرياح كاين الطبيعه. قادر نقول لك بزاف حوايج تاموا، انا بزاف حوايج نتاموا ماشي، اما الامارات كما بعدتها معاك. انا شكيت باللي عندهم عملاء داخل. ما نقولكش ديزالجيريان، ما نقولكش دي اترونجي، مون توكا الناس اللي يديروا هكا شاك فوا سوني با امودان وماشي حاجه بريئه. كاين اللي يخدموها شكون جو نسي با، il faut chercher. خاطر سي با نورمال. لور بوت سي دو سومي. الهدف نتاعهم هو لو كاو في الجزائر، يعني بغاو ينوضوها تاع الصح. اشاك فوا يديروا هكا سي با نورمال كوميم. وعلى ما تقولش ثاني باللي راهو حتى النظام الداخلي ماهوش ستابل في بعضها. شوي داكور معاك بيان سور، معني معاك. كل الطروحات موجوده، حتى النظام الداخلي ماهوش مليح مع بعضها باش دير في بالك. النظام في بعضها بعد عندك الساعه باش دير في بالك انت باللي راه نورمال. شوف لو كان جا النظام يتفاهم في بعضها الداخل تاع لي جينيرو ولا ارباب الاعمال ما يخرجوش المعلومات الامرديزات. سي فري المعلومات اللي يجيبهم امرديزات مو جابهم من عند الامارات ولا جابهم من عند الموساد ولا جابهم من عند المغرب ولا جابهم من عند فرنسا. المعلومات هذوك راهو جابهم من عند ناس في عقر الدار، وهذا الناس هذو راهم مسيرين في الدوله كبار. يعني انت دير في بالك نتايا بلي راهم ما يتفاهموش في بعضهم في واحد الحوايج.
كلهم يتقابضوا على السلطه ثاني ما عندناش. دونك كاين دي كلون عندنا في النظام الجزائري. سيدي كلون اشاك فوا الا شفت هذيك تاع بوتفليقه وفات اللي يقول لك يا كوكو باللي القبايلي سو انتيليجون، ما كان لا انتيليجون لا شكوبي. اون توجور خدموا بينا اللي يطلع الجروب الاخر ماهوش راضي عليه ينوضها في القبايل. سي اون توجور ايتي يوتيليزي، كنا دائما مستعملين. يا كوكو ان بتي ميساج برك راني نازل يا خويا، بتي ميساج برك اللي ردا على لي كومونتير اللي راهم يتشفاو في خاوتنا اللي توفاو. انا هادو 100 واحد اللي ماتت في جيجل ماتوا في بلادهم وعلى بلادهم. انا ما عنديش واحد 100 واحد مات في البحر هارب من الجوع، هارب من بلاده. خليك من لي كومونتير يعني والله العظيم زعما كاين امر لازم نقولوه، كاين فرق كبير بيننا وبينهم كوكو. انا 100 هادو اللي ماتوا في بلادهم، ما ماتوش هربا من بلادهم. رياض خليك من لي كومونتير، رياض خليك من لي كومونتير. نعطيك واحد الحاجه، درك الناس اللي عندهم ردود افعال، درك باش نفهمك انا عندي كان ما نخليش واحد يطلع، واحد من غير جزائري يطلع باش يتشفى في الجزائريين. حنا في اللايف تاعنا بقاو في لي كومونتير، خليهم لي كومونتير دبر راسهم. على واش نقول لخويا انا لي كومونتير ساعات نترفع عليهم، على واش قاعد نقول لخويا كاين ردود افعال كما بينا، لانه ما نكذبش على ولد بلادي نهضروا الحقيقه. اذا تشفى في الزلزال هذاك تاع المغرب، انا كنت نشوف في جزائريين ما بالعكس كنا نفتح من هنا ويطلعوا يتشفاو في هذوك اللي ماتوا في الزلزال. نعطيك الصراحه يعني او كاين واحد الصراع. درك شوف كي تشوف مغربي كومونتا ولا الاخر من هنا بينك بينه يعني في التعليقات، اما في الكاس اللي انا خليك على هذه مانيش ندافع ولا ندير، لانه على جال واش كاين واحد الصراع كتاع سكاير ما بين الجزائريين والمغاربه، فهمت خويا؟ او كاين عندنا جزائريين حتى هما كانوا يستشفاو منا، هذوك يستشفاو منا، ويعني نهضروا الصراحه. لذلك انا ما نديرش عندي كومونتير. اما عندي انا ناس نحتار جيراننا اوكي في الحاجه هذه، يطلع عندي انا ويستشفى ما نخليش، فهمت خويا رياض؟ باش يستشفى واحد يطلع واحد غير جزائري ويستشفى يعني ما نخليش. هنا بالصوت وبالصوت يطلع عندي في الكاس نتاعي ونخليه. هذه يكون كان يرجع، كون كاني باش نعطي شكرا كوكو، شكرا خويا. كون كاني باش نعطي فرصه لاي واحد. شكرا لك خويا. بالعكس قادر يكون الرد تاعي خامش اكثر من نكذب. على بالي نعرفك كوكو. يعطيك الصحة. على شيء ان شاء الله كوكو. خلاص كوكو انا ثاني نخليك، ولكن بغيت برك نقول باللي سيت اون كاتاستروف واش صرا في جيجل. تسمى ابارامون كاين في الفيسبوك كاينين الناس من جيجل اللي كتبوا سيت اون كاتاستروف، عبالك يوجع القلب. وشفت دي فيديو حتى الحيوانات هذوك تاع الناس يزيد يكذبوا. السلام عليكم. واش نقول لك؟ صحيتك كوكو، ميرسي بيان يرقز العالي، ميرسي بيان. صحيتك ما صحيت. السلام عليكم. الزلف الاول الشيخ كوكو صافي لونطون ماشي يعني ما لي كونت برك اللي ما عندي، يعني عندي كونت هذا الساعه حبيبي ربي ضاع واحد عامين ما شفتكش. كنت فتح لي لايف كنت نطلع عندك يعني كسر هكذا تجيبوا دي سوجي امبورطون هكذا. سينو صافا راك مليح خو. والله راني نشوف باك تشوف البلاد هاك تشوف. والله للاسف الشديد واش راه صاري في الجزائر اليوم اقسم بالله غير القلب يتقطع يا خو. ربي يرحم اللي ماتوا. انا زيد واحد الحاجه نحمل المسؤوليه. انا ديما شوف انا النظام ديما نحمل له المسؤوليه. على واش نحمل له المسؤوليه؟ انا الوقايه تلعب دور كبير. في اوروبا اللي انا وعندهم حرائق، في كندا عندهم حرائق، مين نحمل له المسؤوليه في الوقايه في الحمايه. واش من ناحيه واش مازال ما عندناش هذيك الثقافه نتاع انه الغابات تنقى، ولا سفتي البلاد برا في لافيلو ما يلقاوش الغابات لا تنقى. الشجر هذوك اللي ميتين في اوروبا نحيوهم. انا نشفى انا كنت في الجزائر والله بلايص عندنا في حمام الصالحين في الغابات نتاعنا في الاخر محروقين الشجر يابسين. راني ثم يابسين والله مخليينهم. انا نورمالمون هذاك راه وقود النار، ما تنساش هذوك اللي كتحكم فيهم النار هي اللي تزيد عليهم بزاف. في هذه عندك الحق الشيخ كوكو. يحملوا المسؤوليه باسكو حنا رحت واحد العاده كاين بزاف ناس نساوها، عاده ثيويزي. كانت بكري كما يقولوا الناس الكل تنقي تجمعوا بعضياتهم ينقيوا كل الحومه. باسكو بكري كاين نيران على كل حال، بصح جامي لحقت النار للديار.
مازال ما عندناش واحد الثقافه بزاف حوايج، ما زالت سواء من ناحيه الدوله سواء من ناحيه الشعب، النظام سواء من ناحيه الشعب سواء ما نهضروا الصراحه باش نقولوا الصراحه. يا اخي تكون العزيز، طبيعيه باش اسكي سي بوسيبل. ونزيد نعطيك يعني بقات اذا كاين يعني من جهات الدوله يديروها ما نقدرش نتهم، ما على باليش. اذا كانت من الشعب ما نعرف، ساعة يقول لك وحكمنا واحده ويحرقها ويديرها ولا هذه ما على باليش. يا ودي ما على بالش سي بوسيبل دو بارلي نورمال. جو بو بارلي ليبرمون سيل فو بلي. فاهم؟ اسكي نقدر نهضر ليبرمون هكذايا؟ يهضر لي عندي انا، واش انا عندي انا نقيد انا؟ لا انا اهضر انا ما فهمتش الشعب هذايا كيفاش، واش راه صاري في البلاد يلصقى في المغرب يقول لك المروكي اللي حرق المروكي خلينا اسم خويا، خلينا خويا هذيك بالراسهم، هذيك ما خليك المغرب خليه من يسمى غير كي يطلع واحد يهضرها بصح كي نقولوا باللي راه يلصقها ولا كي يهضر انا يرد عليه في البلاصه. اما نجبدوا نديروا موضوع من هنايا باش ننساو المشاكل منا ونبداو نهضروا عليهم هما منين. المشكل اليوم انا حبيت نقول لك حاجه، يعني تسير بحجم قاره بكل موادها الاوليه وبكل اموالها، للاسف الشديد ما عندهاش حتى واحد كندير للاسف الشديد. والله سي كاين. انا واش يقول لك كاين عندك لي كندير يكريهم يطفيو. انا نعطيك واحد الحاجه، انا خنشله كي شعلت فيها النار تفور الطياره الخطره هذه. الطياره صغيره نعرف، شفتهم انايا شفتهم. انا باريش، انا باش يقول انا الطياره باريش، انا باش يقول انا باريش، انا باش يقول الطياره سيدي علي، طريق سيدي علي، الغابه تاع سيدي علي اللي تحرقت، طريق وين البراج هذاك وين. ايه والله اعرف، والله غير راني تعرف الولجه درك راني كيما الولجه خنقت سيدي ناجي، راني خدام لتماك انا بجاي على كل حال. إزون با دوني دي مويان. انا النار هذه بالنسبه لي مفتعله للاسف الشديد، باسكو امبوسيبل تشعل النار دون 55 65 ضربات ديفيرو بزاف يكثر شويه. والله سي مالورو اقسم بالله. سياسه الاراضي المحروقه ديريكت. تفضل اخويا هذا اللي يطلع كامل. فهمتش هذا طلع وساكت. جا غيزو انا غيزو هذا اللي قالك سير على الاجنحه وحنا ولينا بالون في السطاد. اذا صير على الاجنحه الثانيه قادره تكون، لان ما نقدر نلغي حتى حاجه من الحوايج، ما نفي حتى حاجه. والله ما على بالوش راهم حبوا يديروا. اخويا صافي بليزير دونطوندر تا فوا مون فخير. انا ميرفيك يعطيك الصحه، سي توجور لوجيك. ربي كنشوف فيها من هنا. صافي بليزير، ملاقات خير ان شاء الله. شيخوك تهلا في روحك. صراحه اخويا انا ما نقدر نتابع حتى جهه، الله يعجز اللسان عن التعبير. طبيعي لانه تشوف الحرائق في العالم. شويه اللي قلت لك انا نحمل المسؤوليه للنظام في الحمايه فقط، يعني التقليل. ما نقولكش انه تقدر ما يكونوش، ولكن التقليل نحمل النظام المسؤوليه فيها. بيان سور. والله ما على باليش نعرفوها حتى السكنات حتى الحوايج. ما عندناش لا سيكوريتي هذيك، الامن هذاك. تلقى بطيمه ما كانش باب منين ما كاينش الحقيقه. راك تشوف ولاد الصغار هذاك واحد الوقت اللي تحرقوا هذوك ما عندهم، ما عايشين في حبس. والله العظيم المسؤوليه للنظام. يا ودي 2019 لا هنا زادت اكثر، البلاد هذه زادت اكثر، ما كان والو. يا اوكان مويا في طونتي لي دوما فشل في كل حرقوها ولا ما حرقوهاش، ولا قلت باللي من انا ما قلتش الهضره هذه. مي في الحمايه نحملهم المسؤوليه بيان سور. هذا هو. ربي يفك صراحنا هذا ما كان. اما خوالي قضيه انا شوي خوالي، ما خوالي خاطئين والله، غير خاطئين والله. خوالي ملاتين شويه وعندهم شويه مشاكل اخرى
والله قاعدين في المشرق الفما وعندهم مشاكل، شويه ايران، شويه سوريا منا، شويه اليمن، شويه غزه فراوه شويه خطير يعني. باش ديروا في بالكم برك خوالي انا تقريبا وممالك ندخل عنده خوالي، نو الحقيقه خوالي خطير والله ربي. الناس يعني يشوفوا فيهم باللي راهم دايرين خوالي بعيدين كل البعد على الافعال. ما همش لاتين والله، ما هم لاتين والله. هذا الشيء اللي ما فهمتوش. يقول لك قوة الضريبة كيفاش ما لا يجيو الخونة هذو اللي يسموهم خونة يحرقوا لك يشعلوا لك النار في بلادك دون كومبيان دون دالوا ديفيرونس صافي دير ماكش. ماشي هما اللي ماشي قضيه جاو دخلوا عندك، نو هما ما يهضروا. يقول لك مثلا اذا كانوا الدول هذو المتهمه اللي يهضر عليها الشعب الجزائري، هذا بعض الناس الجزائريين اللي يقول لك نو يشريوا الثمن من الجزائر. ودي ويقول لك مستهدفه شبعونا استهداف. فهمتش انا فاش يستهدفونا انا، واش عندنا واش درنا واش باش يستهدفونا. بيك يعيشك. مداخلة بسيطة ممكن. مرحبا حبيبي. مرحبا عايشك. والله فيما يخص نيران هذه ممكن ما تنساوش بلي الجزائر دولة شاسعة جدا يعني. افتعال جريمة مثل الحريق أي شخص يقدر يديرها، ما تنساش الجزائر دولة بحجم قارة يعني. البارح نعتوا في التلفزيون في جيجل أثناء الحريق نعتوا شيئين ملفتين للانتباه، ممكن الناس بزاف شافوهم. الشيء الأول البنوات، لقاو البنو كيما يتحرق يبقى السلك هذاك تاعو كامل على بالهم بلي البنو فيه الحديد. والشيء اللي لفت الانتباه لقاو مكان تاع داعشي مازال عايش في جيجل، اضطرته النار انه يهرب. لقاو عنده صيدليه صغيره، لقاو عنده ذخيره، لقاو عنده كذا. في كاينه ازمه واحده اخرى مع النيران اللي هي سرقه السيارات، ممكن كامل شفتوها. قبل سرقه السيارات كانت خطف الاطفال. يعني وش راح نقولوا؟ صح كاين نوع من التقصير من الدولة، لكن ما ننساوش في ايضا افتعال جرائم. في ناس راهي في السجن، ناس كامل على بالهم. في واحد من قسنطينات في سطيف تاع تبسة ديجا البارح اللي شعلوا النار حكموا منهم زوج. كاين واحد من قسنطينة عطاوه 20 سنة حبس. كاين واحد تاني في بلعباس عطاوه 20 سنة حبس. هادو كامل حكموهم يشعلوا في النار. واللي نورمالمون اللي يحكموا يشعلوا النار ماشي 20 سنه حبس بيربات. والله الكوندانية مور في الجزائر 25 سنة يا الأخ. الناس اللي هنا في اللايف يقدروا يأكدوا احنا عندنا البيربات هي 25 سنة حبس، وكاين دوبل بيربات. كي بروف بلي هذو حكموهم يشعلوا في النار؟ كي بروف؟ كاين ناس اللي حكمتهم الكاميرا، كاين ناس اللي شافوهم مواطنين ديكلاراوهم. كاين داروهم في التلفزيون ولا ما داروهمش؟ داروهم في التلفزيون كيما تاع قسنطينة. داروهم في التلفزيون خورتي في خورتي. شفت واحد لا فيديو كاين زوج كانوا كاملين ومن بعد الحكومه كاك بعد دخلوا عليهم وحكموهم. هذه ما نعرف فيديو قديم ولا فيديو جديد ما فهمتوش. هاك بالكاميرا من البعيده ومن بعد جراو موراهم وجاو حكموهم. ما نعرف وين شفت النظام هذاك خويا حافظ. انا ما نمنوش قادر يدير تورنا فيلم يعطيك الصحه. انا ما نمش. علاش قلت له اذا داروه في التلفزيون هذاك ويدوخ شويه ويجيب لنا الدحاديح هذاك. نعطيك واحد الحاجه والساعات يجيب اخويا النظام هذاك ويدير في واحد الفكير ساعات يجيب واحد الدحاديح اخويا. على هذه سقسيته قلت له اذا فوتوهم في التلفزيون. قال لي فوتوهم في التلفزيون اذاك متابع صراحيه. شوف من حقك انك تكون معارض للنظام، هذا من حق اي مواطن. المعارضه حق مشروع مكفول. وشي المعارضه تكون بعقلانيه، تكون بمنطق، تكون بمرجعيه، ما تكونش كما نقولوا بمزايدات باتهامات بامور. خويا ما اتهمتش درك، قلت ما نامنش. من حقي ما نامنش لانه لو كنت شفت النظام فيه حوايج فيه اشخاص على بالك دحاديح خاصك نشتا في الكوتي تاع لي كابيل هذوك. هذاك باللي كاين ناس نعرفهم شخصيا
من حقك يا الاخ انك بدا ما تديرش كونفيونس في النظام هذا، راه سلوك فردي من حق اي مواطن مش باللي كيرا ما قلتلكش باللي راه دارها النظام بعدا ما نعرف، ولكن ما ندير حتى حاجه، على خاطر الساعات كي تهز حاجه سياسيه تلقى واحد الصراع عندنا لداخل، كان عندنا صراع، هضروا الصراحه. شوف كان كاين صراع، الانسان ما ينكرش انه كان صراع اجنحه في عهد بوتفليقه كانت دعها تسير. لو كان حافظ لو كان ما كانش صراع ما يلعبوش معلومات الامر ديزات. شوف كاين صراع ما نكذبش، كاين صراع، كاين ناس ضد تبون، كاين ناس الهدف تاعها بكل الطرق بكل الوسائل انها تريد اظهار الجزائر انها بلد غير امن. شيء ضد تبون، هفهم مليح. الصراع اللي هنايا هو موش انه حبا، انه ضد حبا، هو مثلا يتصارعوا على الكرسي، يتصارعوا على الجناح، يتصارعوا، فهمت كيف؟ هذا هو، يتصارعوا على الطارطه، يتصارعوا على طارطه، شكون اللي ياكل اكثر من خوه. هذا هو. شوف هذه قالها حتى رئيس الجمهوريه، قال انا لقيت انه مديت اوامر ما وصلتش. شوف نعطيكم معلومه، يعني معلومه اكيده، ونتحدى اي واحد في هذه المعلومه انه الناس اللي يحب يتاكد منها الان يتاكد منها الان. شوف صراحه شيء يعني عجيب غريب جدا في الجزائر، تخيل في ظرف عامين وتاكدوا الان، لانه تغيير المناصب هذا مؤرشف في شاشات التلفزيون. اعطيكم مثال، في ظرف عامين تبدل 18 مدير الامن الداخلي، لكم ان تتاكدوا الان الدولة باش يتبدل فيها 18 مدير للامن الداخلي في ظرف 24 شهر. اول شيء الدوله يعني غلطت في شيء انها ما اعطتش تبرير، لانه من حق الشعب يعرف عليها 18 مدير امن داخلي يتبدل في ظرف 24 شهر. هذا هو رقم عجيب، 18 مدير للامن الداخلي. الامن الداخلي منصب حساس في الدوله في ظرف 24 شهر، ولكم ان تتاكدوا الان تبدل 18 مدير داخلي للامن الداخلي. باش نكون صادق ماشي تبدلوا تغيرات كامل، كاين منهم 6 من الناس تم زجهم في السجن. مدير للأمن الداخلي تم زجه في السجن، منهم الناصر الجن. ولا نعطي لخويا واحد الحاجه، يعني في بالك انت هذو كيدخلهم يعني على اساس باللي النظام هذا درك الحالي باللي راهو حبا في الجزائر ولا حبا في الكرسي؟ والله شوف احنا يختلف من شخص الى شخص، انت في منظورك تشوف من زاويه معينه. انا ما عندي، شوف انا كي جناح هذا كي جناح هذا، ولا كي الاجنحه ربي يسامحنيش فيهم كلهم ما يحبوش تسالي. بقى جناح واحد في الجزائر اللي هو الجناح الروسي، هو اللي انتصر، يعني الانسان يكون صريح. ولكن جناح ماشي روسي. الاجنحه اللي كانت تتصارع في الجزائر والجناح الفرنسي والجناح الروسي. في بالك انت انا كوكو نحب الولايات على روسيا، اوكي. في بالك انت التسليح هذاك اللي كنت انت تسلح بروسيا تقدر تخرج من التسليح الروسي، تحس فيها خرجت من التسليح الروسي. كيف خرجت؟ نعطيك مثال بالدليل. الناس اللي مثلا دارسة علوم سياسية وعلاقات دولية، الناس اللي تعرف أنواع الأسلحة، متابعة جلوبال باور فاير وموقع سبوتنيك، في الاستعراض اللي دارته الجزائر في عيد الاستقلال، فاتت علينا منظومة سمارت اللي هي أمريكية الصنع، فاتت علينا منظومة راجمة صواريخ وصواريخ أرض اللي هي صينية الصنع جاية من الصين. الطائرات اللي تشكلوا لأول مرة تظهر في الجزائر 4 طائرات صينية الصنع. الجزائر خرجت من التسليح الروسي. كاين تنويع منظومة سمارت بعثها الأمريكا الجزائر بكل تواضع. التسليح الروسي بالقوة هذيك مازال عندك تقريب، شوف نسبة كبيرة تاعك كلها تسليح روسي 80%، تلحق حتى 85%. هذا منطقي. تخرج من التسليح الروسي لأنه الصيانة والحاجات مازال تحتاج روسيا. عادي، هذه حقيقة، هذه الإنسان ما ينكرش. تلحق حتى 85% التسليح تاعك روسي. الآن الجزائر الناس اللي تقول طائرة جيل 5
الصفقه مع روسيا. الصفقه مع روسيا لم تتم طائرات الجيل الخامس، لأن روسيا في النهايه اضطرت انها تعطي الجزائر. الصفقه كانت فيها 45 طائره، اعطتها 4 طائرات فقط اللي هما يتنقلوا مع طائره الرئيس. لكن الطائرات اللي ظهرت الجيل الخامس ليست روسيه الصنع، صينيه الصنع. روسيا ما اعطت 4 طائرات، وبعدين الصفقه لحد الان ظلت غامضه، لما ما لحقتش. اعطت 4 طائرات اللي يتنقلوا مع الرئيس، هذو جيل خامس. اما البقيه ما هم جيل خامس، البقيه طائرات من الجيل الرابع، فيهم ممكن تحديث جزائري، يقولوا تحديث جزائري، الله اعلم. احنا ما نقدروش نعرفوا الامور هذه لانها سريه. لكن فعلا الصين ظهروا الطائرات في الاستعراض. الناس اللي تعرف موقع سبوتنيك جلوبال باور فاير تعرف انه هذه الطائرات صينيه الصنع، ما هيش روسيه. لكن العزيز خويا تضرك على بالك حنا ما عندناش مساحه الغابات. حتى لو كان عرفت اليوم الجيران، عندك الجيران باللي عندهم 50,000 كيلومتر كاري، وحنا عندنا 20,000 او براسك الثلث تاعهم. شوف، إذا نتكلم بالمنطق ولغة الأرقام، مثلا الجزائر شات 12 كنادير، وإضافة إلى العبوات هذه اللي تحمل الماء اللي هي تكون في الهليكوبتر، ما تكونش في الطائرات. نعطيك مثال، أنت 12 كنادير لو يرشوا مبيد الحشرات على دولة تونس راح يسووا تغطية شاملة، صح؟ ما عندكش لي كنادير في الجزائر يا حفيظ. سبحان الله، انت تشوف فيها بعينك الطير تقول لي ما عندكش لي كنادير. سي با دي كنادير هذوك، راح لي اسمهم بصح سون با دي كنادير. اوكي، ادخل شوف الان قداه كاين كنادير. علاش كاين 12 ترفد ميم باس، ترفد واقي 500 لتر ميم با 500 لتر 500 يا صغار يا اخي العزيز، سون با دي كنادير. الكراوه ولا انت شوف الهليكوبتر تهز هذيك الحاويه فيها 9 ميل، هذه الهليكوبتر فيها 9 ميل. بصح الطائرات طروار ريزيرفوار سون با دي كنادير، والله ما نسيت اسمه. بصح أكد 1000 لتر، بقى لك 1000 لتر. الهليكوبتر سنه في ميل، ما على بالي هذاك البيدون هذاك ولا شنو؟ فيه 9 ميل، هذاك فيه طروار ريزيرفوار. تخيل انه 9 ميل ماهوش كافي، قليل 9 ميل 9000. ما على باليش الحوايج هذوك، حوايج ما نعرفهمش. شوف كاين، نعطيك حاجه واحده اخرى، مثلا في تبسه. شوف الوضع الاستراتيجي يلعب دور. نعطيك مثال، في تبسه ما تقدرش تستعمل الطائرات، لازم تستعمل الهليكوبتر. علاه؟ في تبسه تقدر انت تعمر من عنابه تجي تطفي في تبسه، ما تصلحش يا اخي. تبسه ما فيهاش سدود. مثلا في جيجل علاه تشوف الطائرات، وفي تبسه تشوف الهليكوبتر. السدود في الجزائر عندك مشكل. ما سمعتش. شفت فوائد السدود؟ هي وش بيها من السدود؟ الجزائر ناقصه في السدود، هذه حقيقه. عندنا اكبر سد في افريقيا، كيفاه ناقصه في الجزائر؟ ما ناقصه في السدود. دير لي اكبر سد، ديروا لي في فرنسا ولا تجوا لي اكبر سد في افريقيا. شيك اكبر سد. سامحني يا الاخ، انتبه. انشاء السد يرحم بابك، تجيب سد النهضه تجيبوا لي كي تقول لي اكبر سد في افريقيا. الاخ سد النهضه، تعرف الشكل تاعو وضعيته ولا ما تعرفش الشكل تاعو وضعيته؟ سد النهضه هذاك لو كان يضطر تقرا ويا السودان يغرقها. هي يغرق نصف السودان ويلحق الى مصر. سد النهضه على ذكري. تقول لي انا اكبر سد فين؟ سد النهضه الثاني داخل فيه الوضع الاستراتيجي. تكون تشوف سد النهضه كيف بين جبلين، والهدف من سد النهضه هو ليس احتكار مائي، لانه البلد المنبع هي اثيوبيا، مع العلم انه مصر تدي اثيوبيا واريتريا. السلام عليكم. عندك خويا حبيبي برك القران انا نحيه برك من هنا انا نهضر. وليك انت مسلم، انا مانيش مسلم. انا وليك انت برك انا تحب تهضر، خلي واش وليك انت برك مسلم. شكرا يعني احترامك القران. شوف طبعا مع انت محقق، اذا قرئ القران تنصت في هذا. شوف تتخيل انت انه سد النهضه في حوالي 77 مليون لتر مكعب ولا كيف يحسبوه. مصر تدي 55. تدي 30%. لا تاكد الان، واذا ما تقيتش مصر تدي 55% نتحدى اي واحد موجود. تاكد الان مصر تدي 5. هي كانت بكري مصر تدي 70.
هو اصلا فيه 78 ولا 77. لا 55 انت درت لي النسبه ولا درت لي ها اتاكد الان. شوف انا نهضر على النسبه المئويه، ما هضرتش على الكميه. انا نعطيك على كميه المياه اللي قسمتها. شكون اللي قسمتها؟ قسمها الانجليز، لانه تقسيم كان لما كانت مصر تحت وصايه الانجليز هو اللي قسم. هذاك كانت تدي مصر تدي 70% ودول المنبع 30%. بارك الله فيك، نسبه صحيحه. كي دارته مع اسرائيل وهذو من هنا، اسرائيل هي اللي مولات البروجي هذا. لا هو مشروع. لا ماهوش. لا الامارات عندها يد. الامارات تقول اسرائيل على بالي. انا معك بصح ما تمش المشروع. هذاك سد النهضه ودار اصلا الضغط على مصر. شوف يا الاخ، نكونوا صرحاء. اثيوبيا اللي يعرف اداره الازمات ولا مطلع على اداره الازمات في افريقيا، اثيوبيا عمرها كانت في مرحله سلم وامن وامان الا ال20 سنه الاخيره، ونظن في عهد البشير هي اللي حققت امن واستقرار. هي اثيوبيا اكبر دوله عندها تسارع اقتصادي وليس اكبر دوله اقتصاديه، اكبر دوله تسارع. بارك الله فيك، نحب انسان يكون مطلع. التسارع الاقتصادي يتطلب شركات، يتطلب مصانع، يتطلب كذا، يتطلب كهرباء. اكتشفوا انه كيفاه يعني هي دولة المنبع وتاخذ في نصيب الارنب، ومصر تاخذ في نصيب الاسد، والسودان تاخذ في نصيب الخروف او النعجه بالاحرى. قراص خوالي هذوما خوالي الساعات. شوف خوالي هذو ربي يحفظهم ان شاء الله، والله الساعات فيهم الخير. والله الساعات شنو خوالك؟ ما عرفتش. خوالي عندهم يهود الفلاشه الفما، هو وين يلقاو ولادهم الفما يحافظوا عليهم. يهود الفلاشه هذوك رغم انهم في اسرائيل ما عندهمش يعني قيمه بزاف، ولكن ما ينساوهمش يعني. خوالي تهلاو فيهم، راحوا لاثيوبيا وديفونداو على يهود الفلاشه وعاودوا عاشوا المسلمين والمسيحيين واليهود وكل فما، والحمد لله اثيوبيا اليوم ان شاء الله خوالي. اليهود ابناء عمومتنا، احنا ما عندناش مشكل مع اليهود، هما كتابين. احنا عندنا مشكل مع الصهاينه. نو راني صهيوني، ماشي صهيوني، صهيوني جزائري. فهمت انا؟ صهيوني شاوي صهيوني جزائري، مانيش صهيوني صح. مازال ما طلعتش في القراد، درك راني متطوع برك. شاوي دحرور. شاوي توشافي خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام خوتي معليش نهضر. عندنا مشكل مع الصهاينه، تفضل يا اخي. معليش نهضر خوتي. وناس ملاح الصهاينه خويا، راك حافظك عليهم. لا الحركه الصهيونيه هذه مجرمه صراحه. والله وشوف اكبر. شوف مانيش اول مره نطلع معاك يا شاوي، اني طلعت معاك مسبقا انا. مرحبا بك ولد بلادي. ما نسب ولد بلادي، ما نورمال افكار نختلفوا نورمال. ما نكذبش عليك، انا لحد الان ناقص فيك على اساس انك مغربي يعني. يا خويا الشاوي ما نهضروش في الخاوي، يا خويا الشاوي ما نهضروش في الخاوي. السلام عليكم. تفضل ولد بلادي. زيد فضلك خويا العزيز. صافا بيان لاباس يا خويا. اولا الله يرحم اللي مات وربي يشفي اللي مازال حي ان شاء الله. هذه حاجه الاولى. وثاني خويا الشاوي، اذا حبيت تبعث لي بريفي، تبعث لي CCP ديالك هكذا. انت من جيجل ولا وين؟ انا مانيش عايش التم، انا حاب نعاون الله في سبيل الله. لا انا ما عنديش. انا عندي ولادي برك عندهم دخول مدرسي. اذا مدك CCP تاعهم تبعث لها الدراهم تشري. لا شوف خويا العزيز، حنا نقولوا نبداو بالاولى. دوكا راه كاين مشكل في البلاد تاعنا. ماهوش في الحريق، ماهوش في الحريق. نعم. انه ولادي بعادهم في خنشله، ماهوش في جيش. وين في خنشله؟ ما خاطيهم الحريق، خاطيهم خويا. وين في خنشله؟ هم في خنشله بعد في خنشله في لافيل. وين في لافيل؟ طريق العزار وين؟ قول لي، انا راني نعرف خنشله مليح. ماشي واش خصك خويا العزيز؟ معليش ماشي مشكل. والله ما خصني والو ناضي. لا كي قلت لي ولادي ناضيك ماشي مشكل خويا. لا قلت لهم كاولاد بلادي اذا حب تمد دراهم، قلت لهم انت الاولويه مداو من الناس العائلات اللي تحرقوا الساعه. ولادي خليهم زعما مش اولويه. انت اللي قلت لي ولادي. انا خنشلي دوريجين خنشلي. نعاون من هنا، عطيتك قلت لي نعاونك من هنا. قلت كلمتك CCP تاعهم ولادي تمد لها تشري لهم الادوات واللبسه تاع المدرسه فقط. اما كي قلت لي تاع الحريق، انا خاطي الحريق ماشي تاع الحريق. معليش انت واش خصك خويا؟ انت واش خصك؟ انا نهضر معاك يا خويا. واش خصك؟ والله ما خصني والو خويا. هيا صح. السلام عليكم. هيا السلام عليكم. هيا السلام عليكم. صح اخويا صح. سلام.
لا خويا انا نهضر معاك هاك وانت تيري فيا هاك وتجيب فيا هاك، لا هاك احنا ما نتفاهموش، حنا الجزائريه ما نتفاهموش كاع حنا. طلع عندي قال لي سامحني خويا، سامحني خويا، بارك الله فيك، وسامحني وسامحني وسامحني. ربي يحفظك. باردونا. هيا سامحني خويا. صح بلادي، مرحبا بك خويا. صح اخويا، صح. السلام عليكم. صح. شوف يا شاوي، والله نقول لك الموضوع بسيط جدا. لازم نتقبلوا اختلافنا. احنا والسيد هضر حاجه واحده اخرى واحنا في حاجه واحده اخرى، او طلع قال لي لا عادي، وياس فيا راني في جيش من اهل الحرائق، قلت له عادي. شوف اهل الحرائق الكل يدري في الجزائر انه عوضتهم الدوله وعوضتهم. كاين ناس ما عندهم والو وسجلوا باللي راحت لهم وعوضتهم الدوله. الكل يدري ذلك، الجزائر كامل على بالها. اللي يجحد ذلك والله انه كذاب. اللي كانت عنده 50 نعجه عطاوه 70 نعجه. وين شفت؟ ما فهمتش انا النعجه. جميل شفت التعويض يا صديقي العزيز. عوضت له 70 نعجه، عوضت له 70 نعجه جابت له تاع رومانيا ولا واش؟ ما فهمتش، ما يعيشوش هذوك. اخويا انا عوضت له اللي عنده 50 وديت له 70. ما فهمتش اخويا انا نهضر على نفسي. انا عندي عمي في قسنطينه عوضوه. نحكي على نفسي، وإن الله على ما قولوا شهيد يوم جمعة. عندي عمي في قسنطينة تحرق له الكوري، جاء مدير الفلاحة قال له أعطيني الورقة تاعك تاع الفيترينار، حتى الدولة ما يجي غبية، لأنه أي مربي أغنام عنده ورقة تاع الفيترينار. لكن الورقة تاع الفيترينار بلي تقونفلها في الجزائر ولا لا؟ سامحني ما سمعتكش. الورقة تاع الفيترينار تقونفلها في الجزائر ولا لا؟ شوف تتقونفلا، انا على بالي تتقونفلا. علاه تتقونفلا؟ لانه باش يديو الدعم تاع الشعير اللي عنده 60 يحط 70. ماشي اللي يحط 60 يحط 100 200 300. حط اللي حط كل واحد ضمير. وانا نحكي على عمي لونصاب اللي تحرقت له 50 نعجه وستة بقرات وعنده الورقه تاع الفيترينار. اخويا عوضاته الدوله، اعطاته 70 نعجه واعطاته 10 بقرات. الله يظهر اللي يعوضوا عمك برك. شوف انا الاخ، انا باش ما نقدرش نحلف على الناس كامل، انا نحلف على عمي. في بالك انت ولاد بلادي اللي تحرقوا دارهم تعوضهم الدوله وتعطيهم التعويض الاخر منها ودير لهم، يعني في بالك انت احنا نسوريو الديار، احنا نسوريو الغنم، احنا نسوريو. لا ما عندناش الجزائريين ثقافه تامين المنازل، ما عندناش. شوف الجزائريين بالقانون نعطيك في القانون في سونار الغاز كي تحرق لك الفريجيدار درك كي تكون كوبير من سونار الغاز، مثلا يجي الذوقه تعوض الفريجيدار في الدار، تعوضك. عندك بلي قانونيا قادر الطلب يردوا لك فريجيدار والتلفزيون، تعوضك وكاين استماره. ولكن لا تعوض. لا كان اللي تروح تعمر الاستماره تاعك صدقني تعوض. والله عمر كيما تحب يعوضوا لك، تعرف واش. لا ما تحلفش انا ما هضرت على السوجي. انا بابا البارح عيط لي في التليفون قال لي تحرك لنا فريجيدار حقاتو سونار غاز. وريني كيفاش نعوض. روح للسونار غاز يعطوك الاستماره يجيك الانسبكسيون تاع الاكسبرتيز تاع الخبره، يشوفوا اسكو فعلا هذا الفريجيدار تحرق من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، يعوضوك. وقدام واحد عوضوه. الانسان يكون صادق يا جماعه. والله يعيش في الجزائر هذيك جامي واحد تعوض في التريسيتي. انا كنت عايش جامي صارت هذه، انا جامي شفتها. واحد البلديه عمر ولا تعوض واحد. كنت انا كنت انا الشيخ كوكو دار يرفع خرجوا واحد القانون يبعثوا لك لا فاكتور للدار، تفوت 15 يوم تخلص يجيو يكوبيلوك كوبي. كاسي ما قلتش الجزائر خير من سويسرا. والانسان اللي قاعد يقول بركه من الكذب، الانسان عنده رب العالمين يحاسبه. انا مانيش طالع باش نلمع صوره النظام، انا نهضر في الواقع المعاش. والله يا الاخ العزيز، كل ما راك تقول الشيء اللي قال حكيت عليه انت، والله جامي شفتو انا في الجزائر هذه. انا والله انت وراك عايش. انا عايش في البلاد يا اخو، راني في الجزائر. والله انا ثاني عايش في البلاد، راني في قسنطينه اخويا. حفيظ خويا الجزائر حسب واش يقول اخويا حفيظ. خويا حفيظ الجزائر عند خويا حفيظ. انا ننصح كل جزائري مقيم في اوروبا يهبط الجزائر. والله انا ما ننصحش بهذا. على بالك ولادي كنت راح نجيبهم من البلاد، وكي حكيت لي كيما كنت وسوست على بالك ملي درتي الشكوك قاعد نقول لعوج انايا ما لعوج الامور تبدلت وانا ما على باليش. شوف يا الاخ، الانسان اللي شاف تطور في دوله اخرى مرحبا بها. من حق اي انسان انه يهاجر عادي، هذه حق مشروع.
لانه شوف احنا فعلا مانيش طالع نلمع لك صوره النظام ونحكي الامر المعاش باش تقول لي الان ما كانش تجاره في الجزائر، كاين. ما كانش اقتصاد في الجزائر، كاين. ما كانش تطور في الجزائر، كاين. بصح اوروبا تبقى افضل منا، احنا ما نقارنوش دول العالم الاول من دول العالم الثالث. شوف يلقى شوف تطور في دول اخرى يروح مرحبا عادي. انا لو كان يكونوا عندي دراهم وتقول لي دير بروجي في الجزائر ما نديرلكش. يا الاخ انا عندي دراهم ما نديرش بروجي في فرنسا، نديرو في الجزائر. انا في الجزائر ندير بروجي نخاف. من حقك يا اخي، كل واحد والنظره تاعو. والله نخاف، والله نخاف. والله غير تخاف ترفد روحك يدور عليك. ما على بالكش ياكلوا معاك يا ناس يجي. تبدل الامور تبدل ركيك ما تفهم والو. يا الاخ نورمال، من حقك يا الاخ عادي. انا شوف ما كان حتى مشكل، انا عندي دبلوم درت به لونساج قبل 10 سنين، ومن بعد كثر خيرهم سمحوا لنا باش ما نرجعوش. مازال البروجي تاعي نايض لله في سبيله، ديته من عند الدوله الجزائريه وزادوا سمحوا لي فيه عادي. بيبارك عادي، بارك في عمرك يا خويا. ما نكذبش عليك، انا درت مؤسسه مصغره. يا حاله ديت من لونساج ديت كريم. ديت عرق ونص. عرق ونص والله. انا ديت شويه زيت فواديس. لا ديت على جهتي انا. والله يا ولد بلادي غير داروا فيا حاله والله. يا الاخ ممكن انت ما كنتش من ضمن الناس اللي سمحوا لهم، احنا الناس سمحوا لنا. ماشي انا ماشي لونساج، انا ديت كنت مسؤول على بلد الجزائر هذاك اسم اختلاس. ماشي اختلاس، هو قضيه يعني قسم الطرطه ديال الطرف برك. ماشي قسمت لقيتهم يقسموا، قسمت برك سيدنا قسم. ديت شويه طرف من حقي برك، حاسبوني والله انا يا رب. يعني انت كنت ماشي بمبدا مفدي زكريا قال قسما بالنازلات، الناس فهموها انه قسما معناتها نقسموا. هذيك هي يا خويا كل واحد وضميره يا كل واحد وضميره يا عطاو لك حقوق الكريدي، حقوق ديالك، حقوق الكريدي، حقوق الكريدي. انا تحيه بوتفليقه وتحيه تبون عادي، وراه المشكل. اسمع شوف يا الاخ، شوف يا الاخ، تحيه بوتفليقه تحيه تبون. سعيد بوتفليقه عصابه، بوتفليقه مش عصابه. عبد الحافظ شوف اسمع، شحال كاين لهنا وشحال كاين لهنا اللي قاعدين يسمعوا دركا، اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحيه تبون وتحيه شنقريحه نورمال. فكرهم اللي تبكي اسمع تفضل خويا سيدي. نعطيك الفرصه. يا اخي كنت تسب في الشهداء وتسب في الجزائريين وتسب في الفلسطينيين وتنصر في الاسرائيليين. يا اخي هكذا ولد اليهوديه. لا درك انا نحب اسرائيل، درك نحب هذه ماشي. يا خلاص مالني كمك ما تلعبش تقول لهم مالا نحب الانفاس وما على باش وجيجل وبجاي. انت ولد قاعده. لا ولد بلادي، ولد بلادي انت بعد تسبني بعد ولد بلادي. ماشي ولد بلادي هزم اسمع ولد بلادي. لا ولد بلادي ماشي كيما ما طيحش حاجه الشاويه اصلا. انت ما تمثلش الشاويه، فهمت كيف؟ الشاويه رئيس التيك توك برك خويا. ايزما خلي خونا هذا برك وبين السيلفر. اسمع ذكر زبر فمه. ما طيحش خويا السيلفر. شوفك بين انسان طيب وجزائري وكلش من هنا، وداتك الحرقه على الجزائر وفاهم ولد بلادي وعلى بالي ونحبك وتحبني كاش ولد يهوديه راه. وتقح بعين ديكور رجليك. هاي حافظ ما طيحش يا خويا، ما طيحش ناقص الاحترام. ما طيحش. ما خليت فيها اسمع الشاوكش، ما خليت فيها. انت قاعر الدنيا بالسبان وقاعر الدنيا. خليك بلاد. والله نحبكم درك. اسمع شوف راني نشوف فيك شويه ديفيي. اسمع راني روماركيتك باللي راك شويه نحس شغل حكمت واحد الطريق واحد اخرى وحبيت تمسح الحكايه تاع ولد اليهوديه واسرائيل. لا والله ولد اليهوديه. لا بدي فيه لا العزيز باش نفكروهم برك انت شكون برك. هذه باش نفكروهم انت شكون. يا ولد بلادي. يا خويا دي حريه شخصيه، من حقك تعتنق اي معتقد. انا ناكسبتيك، انت جزائري يهودي، انا ناكسبتيك خويا. ربي يحفظ خويا. وسيلفر بعد شوف خويا حافظ، انا نحترم خويا ميم خويا سيلفر انسان ناس ملاح وطيب. ان شاء الله درك يبقى يتبعني بشويه درك ان شاء الله يبرى. لا ماشي لا يبرى. ما نبراش انت اللي تبرى، ما نبراش انت اللي فيك المرض ولا غير انت اللي فيك المرض. ما يتبعكش يا الشاوي، ما نكذبش عليك. انا نحترمك، نحترم وجودك. اسمعني حافظ، اسمع يعتنق حتى البوذيه ربي اسمع يعوم بحره، ماشي ربي سهل يعوم بحره. ولكن باش انت تطلع خويا حافظ ونقول انا الغزاويين يا الفلسطينيين كلاب وموتهم حلال. هذا واش كنت تقول؟
والله العظيم غير كنت تقول كيما هكذا. حاول تفهمني مليح، حاول تفهم خويا. قضيه الفلسطينيين هما ناس صح يعني شغل كلاب صح هما الحقيقه. شفت كيفاش حافظ؟ هاي خلاص المهم حافظ. اما انا واش نقول لك، الناس كيما هذو ما كاش معاهم هضره تقول له نيك امك وقليل فيك لا ما طيحش يا الاسرائيليين كلاب، قول الاسرائيليين كلاب ما نتقلقش. بالي فيكم كلاب الكذب كش ما يقول عليه. لا بصح انا ما نتقلقش على جال انت جزائري. انا عندي الجزائر قبل اسرائيل. حافظ المهم اسمع غير خليك ما دخل